سجل في مونتيري المكسيكي، وقف جنابري، يعني عمل حاجات كتيره جدا مع النادي، خد بطولات كتير مع النادي الاهلي، اصاباته مش كتير، اما بتحتاج بتلاقيه. لكن كريم نيدفيد يا جماعه انا عايز الاقي حاجه واحده بس عملها مع النادي الاهلي، حاجه واحده. يعني هو بيلعب في النادي الاهلي بقاله يجي 50 سنه، حاجه واحده عملها كريم نيدفيد في النادي الاهلي. يعني اي حاجه من الحاجات دي، يعني مثلا نقول لعب مباراه حلوه، نقول سجل هدف حلو، نقول جاب للنادي الاهلي بطوله، نقول عمل اي حاجه حلوه، اي حاجه حلوه، جاب شنطه هريسه وهو جاي، يعني اي حاجه، اي حاجه. كريم نيدفيد عمل اي حاجه مع النادي الاهلي؟ لا. انا رايي كريم نيدفيد يا راجل، يا راجل صلى على النبي. طب وحياه حبيبك النبي لا تصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اخويا وحبيبي عاشق الاهلي، رايك على راسي من فوق، ولكن كريم نيدفيد راجل اما بتيجي تلعبه بتلاقيه مصاب، اما بتيجي تعتمد عليه بتلاقيه مصاب. طيب انت فاكر اي حاجه لكريم نيدفيد مع النادي الاهلي؟ طيب كريم نيدفيد بيلعب في النادي الاهلي بقاله 20 سنه، سجل هدف مع النادي الاهلي؟ انا مش عارف والله، على فكره انا بسال مش بتريق، بس انا لو حد يعني كريم نيدفيد سجل هدف مع النادي الاهلي، حد يقول لنا يا جماعه بعد اذنكم، حد يقول لنا لو كريم نيدفيد عمل حاجه تذكر او اي شيء يذكر مع النادي الاهلي، يا ريت حد يقول لي عليه يا جماعه. اصل انا ذاكرتي ضعيفه شويه والله بجد، مش بتريق على فكره. نيدفيد اللازمه اللي هو بيعمله بيضحك على الناس، بيلعب. انا يعني مش عارف، يعني انا بصراحه مش عارف. بس لو حد من الناس اللي موجوده معايا في اللايف شايف ان كريم نيدفيد عمل حاجه مع النادي الاهلي، يا ريت يقول، يا ريت يقول. المطرشم احلى واجمل مطرشم في الدنيا كلها، اخويا وحبيبي الغالي، ضربت اللايك صلى على حضره النبي. بقول كريم نيدفيد اصلا ما عملش اي حاجه، الله ينور عليه، الله ينور عليه. يعني انا بصراحه يا جماعه والله العظيم بستغرب، ده بالنسبه لي لغز. يعني لو قلت لك ان انا حاسس ان الكابتن محمود الخطيب ممضي ان كريم نيدفيد ممضي الكابتن محمود الخطيب على حاجه، هتزعل مني. لو قلت لك ان انا لو ريفيرو هو اللي طلب بقاء كريم نيدفيد في النادي الاهلي تزعل مني. بس انا بقول لك اهوت، لو ريفيرو هو اللي طلب بقاء كريم نيدفيد في النادي الاهلي، يبقى ريفيرو يا جماعه مش هينفع مع النادي الاهلي. زي ما انا قلت لك ايه كده، زي ما انا قلت لك ان ريفيرو في البدايه ما كانش مقتنع باليو ديانج، وكان عايز يمشي اليو ديانج، فقلت لك ريفيرو مش نافع. حبيبي يا عم عمر، اخويا وحبيبي هاني، مساء الفل عليك يا عم هاني، عامل ايه؟ اضرب اللايك وصلي على حضره النبي. عم عندك خالد عبد الفتاح قال عن من نيدفيد، ما خالد عبد الفتاح مشي يا عم الحاج، ما خالد عبد الفتاح مشي، ما خالد عبد الفتاح مشي من النادي الاهلي. طيب امتى هيمشي كريم نيدفيد مع النادي الاهلي؟ امتى هيمشي كريم نيدفيد من النادي الاهلي؟ طيب انت قعدت لي كريم نيدفيد ومشيت احمد رضا، طب مش كان من باب اولى ان انت تقعد احمد رضا وتمشي كريم نيدفيد؟ ياما علينا كده من كريم نيدفيد. اخويا وحبيبي مصطفى هلال، كريم الدبيس مشي ليه؟ اهو ده برضه سؤال. حبيبي يا عم مصطفى، نيدفيد ما مشيش يا عم عمر، ما مشي، مش هيمشي من النادي ده. مين عنده رباط صليبي؟ الاستاذ ايمان. حاضر يا استاذ ايمان، هرد على حضرتك. صفقه جديده في نادي الزمالك، جالها قطع في الرباط الصليبي في مباراه اورانج امبارح. فيا جماعه انا بصراحه موضوع كريم نيدفيد معكنني، موضوع كريم نيدفيد مضايقني، موضوع كريم نيدفيد خانقني. لو اي حد، عشان بس الموضوع يعني ايه، عشان اتقبل الموضوع بصدر رحب، يعني لو حد شايف ميزه واحده في كريم نيدفيد يا ريت يقول لي تعالى يا عم حمدي، تعالى يا عم حمدي انت غلطان، ده كريم نيدفيد عمل كذا وكذا 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 مع النادي الاهلي. انا عايز حاجه واحده بقى من الكذا دي، من الكذا دي انا عايز حاجه واحده بس من الكذا دي. هو مش كريم نيدفيد اصلا اعارته، لا ان شاء الله يمشي. كريم نيدفيد نفس نوعيه حسام غالي يا راجل. لا حسام غالي كان لاعب كبير جدا، حسام غالي كان لاعب كبير جدا. اسامه حسني كان مهاجم كويس، او اسامه حسني كان بيسجل اهداف، اسامه حسني كان بيسجل اهداف مع النادي الاهلي. يعني انا فاكر مره ان اسامه حسني سجل هدف في مباراه 4-3. فاكر؟ انت فاكر حاجه لكريم نيدفيد؟ لا. بس فما انا يا جماعه يعني فاضل لي ربع في دماغي ماشي بيه، يا ريت قبل ما الربع ده يطير حد يقول لي كريم نيدفيد قعد ليه في النادي الاهلي، حد يقول لي كريم نيدفيد